المجموعة الإرهابية الأولى هي مجموعة تنتمي إلى تنظيم ما يسمى بدولة العراق اللا إسلامية، وتحديدا ولاية الجنوب. هذه المجموعة الإرهابية مسؤولة عن عمليات التفخيخ والتفجير للسيارات المفخخة. هذه العملية مؤلفة من 14 شخص، تم إلقاء القبض على 9 من أفراد هذه المجموعة الإرهابية. العمليات اللي نفذتها هذه المجموعة الإرهابية هي تفجير عجلة مفخخة في منطقة الشعلة بالقرب من أحد المطاعم في المنطقة، والتي أودت بحياة الكثير من الأبرياء في هذه المنطقة. العملية الإرهابية الأخرى اللي هي كانت عبارة عن عجلة مفخخة في ساحة عدن، وتحديدا أثناء قيام الزوار الكرام بإداء زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. المجموعة الإرهابية الأخرى واللي يعني أنا أعتبرها مجموعة خطرة جدا، هذه المجموعة هي كانت ناشطة وتعمل في منطقة السيدية والبياع. هذه المجموعة قامت بسرقة عدد كبير من العجلات، وقامت ببيع هذه العجلات بالأسواق السوداء أو تهريبها إلى مناطق في العراق وقتل أصحابها. سيدي تفجير سيارة في حي الجهاد. شنو هاي السيارة وين فجرت؟ أسبرو اي على زفة يعني حفلة عرس. اي كنا أنا وجمال على السريع مال الدورة. نعم. منتظرينهم. نعم. طلعت السيارة سيدي واحنا وراهم. نعم. أنا وجمال. اي فوصلنا التقاط سيدي بتاكسي. اي وصلت السيارة التقاط أبو شمع، وصلوها سيدي. سلموها لعلي سمير. زين. نعم سيدي. وعلي وين وداها؟ سيدي وصلها اليم الجراج. اي سيدي. ركنها بالجراج؟ اي سيدي. وراح. فجرها؟ عادل. زين. نعم سيدي. شنو الضحايا؟ ما سمعت زين؟ سيدي الناس راحت ابرياء هوايه. اول عمليه سويناها طبعا على بنيه سيدي. اغتصبناها. وين هاي البنيه وش اسمها؟ بناحيه رشيد سيدي. شو اسمها؟ نعم سيدي. انا محمد سعد ومحمد عباس. وقت بالليل بالنهار؟ لا المغرب سيدي. اي نعم سيدي. تماما. انا محمد سعد ومحمد عباس. اي طبيتوا ايش سويتوا؟ سيدي اغتصبناها. اول واحد من اغتصبها؟ انا سيدي. بعدين؟ محمد عباس. اي ومحمد سعد سيدي. نعم سيدي. سويتوا؟ قتلناها سيدي. شلون قتلتها ومنو قتلها؟ انا سيدي. شلون؟ احكي لي بالتفصيل. سيدي جاوزت علي، ضربتني سيدي. اي وهددتني سيدي. اي وربطتها سيدي وذبيت عليها بالحبل سيدي. وذبيت عليها ماي حار سيدي. اي نعم سيدي. وبعدين وين رحت؟ رحت شردنا سيدي البيت.